أجدد التحية لحضراتكم أعزائي المشاهدين وأهلا بكم معنا. والحقيقة النهاردة يعني فرصة سعيدة جدا جدا، والحقيقة يعني احنا سعداء بوجود الأستاذ فؤاد حجازي معانا والأستاذ حسام العقدة، واسمحوا لي إن أنا أرحب بيهم على الهواء مباشرة. وهذه الأمسية الثقافية وهذه الأمسية الأدبية، وإن شاء الله يعني نقضي وقت كويس جدا معاهم ووقت ممتع مع حضراتكم. أستاذ فؤاد أهلا بيك. أهلا بحضرتك. شرفتنا ونورتنا. استاذ حسام اهلا بحضرتك معانا، وفرصه سعيده جدا وجودك الحقيقه معانا ان شاء الله، وتكون سهره سعيده باذن الله، تكون ان شاء الله يعني نقدم يعني وجبه دسمه للساده المشاهدين ثقافيا وادبيا. اهلا بحضرتك. اسمح لي ابدا مع الاستاذ فؤاد يعني الحقيقه، ونبدا بقى من الحقيقه محطات كتير جدا جدا في عالم الادب. يعني اهم هذه المحطات استاذ فؤاد يعني ادبيا، نقول من البدايات كانت ازاي، وايه اللي شجعك اصلا على الكتاب؟ يمكن البدايه كان في عام 56 كان في الاعتداء طبعا على بورسعيد. والحقيقه هو بيوصف خطا بالعدوان الثلاثي، وانما هو العدوان الرباعي. ايوه، لان امريكا اشتركت في هذا العدوان. انجلترا كانت عايزه طيران تهجم على مصر، القاعده بتاعتها في قبرص، الطيران ما يقدرش يوصل. ففي حاجات معينه كده في الطياره امريكا تولت انها تعملها عشان تمكن الطيران انه يجي يضرب في مصر، لان من هنا لقبرص 400 كيلو رايح، يعني مسافه جاي. كمان التزويد بالوقود في الجو هيئته امريكا تزود الطائرات بالجو وحاجات زي كده، فهو العدوان الرباعي. فالفدائيين في هذا الوقت كان فيه الحرس الوطني وكان فيه الجماعات اليساريه وهكذا، فروحنا عسكرنا في الأنطرة شرق، وبدأ التسلل بورسعيد لمقاومة البريطانيين كانوا احتلوا بورسعيد، والفرنساويين كانوا احتلوا بور فؤاد. الجو ده طبعا والزخم اللي انت عايش فيه، واساسا انا كنت في بورسعيد بدور على عمل بعد ما اخدت الثانويه العامه وكده، فالجو نفسه بيفرض عليك انك انت تشوف ايه اللي حصل وايه اللي عمل. يعني عايشت الاحداث دي، عايشت هذه الاحداث سواء وزخم المقاومه، نقول الزخم النضالي ده. النضال طبعا بيديك قوه غريبه جدا، والمفارقه اللي تدفعك للكتابه او للتفكير ان الشعب البسيط العادي الذي لا يمتلك شيء هو اللي كان بيقاوم. يعني تفاجأ ان اهل بورسعيد مثلا الانجليز جابوا فرقه مثلا اسمها الموريشان دول ناس اسود غطيس جايبينهم من جنوب افريقيا من المستعمرات، ومنزلوهم بالباراشوت في الجميل، فطلع اهالي بورسعيد الحدادين النجارين الحرفيين مش كل فئات ابدوهم عن اخره حقيقه يعني. فلما تشوف هذه المناظر، وبعدين انا استنيت في بورسعيد بعد العدوان ان الناس اللي كافحت دي لا لها سكن ولا لها شغل ولا لها حاجه، وتبدا تتمرمط برضه المرمطه اياها. فالشعب تدخل بقى في فاصل بهدله يعني الذي يقاوم وفي الوقت نفسه ما ياخدش حق، ولو تجدد الموضوع الشعب المصري هيقاوم برضه وما بياخدش اللي المفروض ياخده. تمام. ويمكن ده نلاقيه النهارده. هو حضرتك مواليد انا مواليد المنصوره 38. المنصوره 38 يعني نتكلم شويه بقى عن فتره الدراسه شويه لحضرتك. الدراسه طبعا في الوقت ده كانت الجامعات معطله، ما فيش جامعات، العدوان وكده، وبعدين بعدها قالوا الجامعات بقى هتستمر بعدها بسنه تقريبا. حضرتك خدت الثانويه العامه سنه كام؟ انا خدتها سنه 55 56. طبعا ما كانش في جامعات صعبه، كان في بس جامعه القاهره وجامعه عين شمس. كان لسه ما فيش يعني. بعدها بحاجات بسيطه جامعه اسكندريه، ثم بدا بقى الجامعات الاقليميه وكده يعني. وجامعه المنصوره على فكره من اعرق الجامعات، بس ما طلعتش للوجود الا متاخر. يعني اللي بدا التبرعات لجامعه اسكندريه طه حسين، جه المنصوره وعمل تبرعات كتاب يعني او كتاب عشان الجامعه وكده،
وانما بقى الاحداث سبقت والعدوان والحاجات اللي زي ديت، فتاجل لغايه ما جت بقى الجامعات الاقليميه اسكندريه والمنصوره وهكذا. تمام. استاذ فؤاد، يهمني برضو اسال حضرتك باكوره انتاجك الادبي يعني في هذه الايام، يعني كان امتى وازاي؟ او دايما بنقول العمل الادبي لا سيما الشعري منه، مش عارف بقى الناس هل بيتاثر بالتجربه الشعوريه مثلا كالشاعر مثلا يعني ينظم شعرا، يعني هل تاثرت بالفتره دي اللي حضرتك حكيت لي عنها فبالتالي افرزت نتاج ادبي؟ كنت عايش الاحداث دي طبعا. البحث عن عمل، ثم الحرب، ثم الدراسه في الجامعه، ثم ان انا نشات في حي شعبي. كل ده طبعا بيعمل خلطه بتخليك اذا كان عندك توليفه الاستعداد للكتابه طبعا بتكتب. تفتكر حضرتك اول مره كتبت فيها والله كان خواطر مثلا او قصه يمكن كتبتها اسمها ست ام عادل. ست ام عادل. والقصه دي ترجمت للالمانيه. نشرت في كتاب في برلين الغربيه والشرقيه، كانوا عاملين دار اسمها دار الشعب قبل ما تتوحد الالمانيتين. وهي قصه عن انا شخصيا، لان انا اخويا الكبير اسمه عادل، فكانت معروفه بهذا عن الوالده يعني. عن الوالده يعني. فهم كانوا انت عارف في الاحياء الشعبيه موضوع الخبيز لما يجوا يخبزوا الزماء يعني يروحوا يزاملوا بعض، منتشر الافران والحاجات اللي زي دي. فكان الريف مكتفي بنفسه العيش والرز والحاجات دي. والاحياء الشعبيه كانوا بيخبزوا، فكان منظر ظريف جدا ان سيدات انفعلت بيه. سيدات حاره يتجمعوا واتفقوا مع يخبزوا بقى واحده انها تحضر فرن في بيتها فوق سطح البيت، ويعجنوا في يوم واحد ويقوموا من الفجر ويحضروا الوقيد وحاجات زي كده. فالحقيقه منظر شاعري لوحده. هو شاعر نفسه. فتقوم انت الصبح بدري، الابناء او الازواج يلاقوا العيش سخن جاي، ومعمول حاجه اسمها ابوري بالسمنه والسكر وما اعرفش ايه وحاجات زي كده. فالجو الظريف والانساني ده، وبعدين حب المراه للعمل، ان المراه المصريه فعلا محبه للعمل ومنتجه. بالرغم اللي بنسمعه النهارده يقول لك المراه ما اعرفش ايه وحاجات زي كده. المراه عمود رئيسي صحيح طبعا في الانتاج المصري، سواء الشعبي او الانتاج بالمعنى الاقتصادي. صحيح. ده وزيره اقتصاد يعني. فهي وزيره الاقتصاد. الوليه الدكتوره الامنيه لما قرأت القصه الحقيقه قالت انا يعني مش متتصوره ان المراه المصريه محبه للعمل بهذه الطريقه. لان القصه بتدور بقى ان بعد ما هم بيخبزوا كده فزوجها بيتضايق من الدوشه، يعني يوم الخبيز بيبقى فيه هيصه في البيت، ناس طالعه وناس نازله وحاجات زي كده. فالراجل عايز يستريح، فقال لها ما عادش خبيز، مفيش خبيز. فبتاعيه ويعرضها على الاطباء وكذا وكذا وكذا، فما ما تتعالجش، ما فيش حاجه بتعالجها. فذات مره هو غلب مش عارف يعمل لها ايه وكده، فقال لها خلاص عليها اليمين، لو انت بقيتي كويسه تطلعي اخبزي زي ما انت. فرقت في ساعتها وقامت طلعت تخبز تاني وتكرر الحكايه. وكانها هي بتشعر بالعافيه والصحه لما في العمل لما تعمل تاني. بالظبط. ما بالك بقى ان هذا العمل من اجل الازواج ومن اجل الاطفال ومن اجل الابناء، يبقى عمل محبب حتى لديها. يعني هي بتعمل ده وان كان في مشقه بس حابه ده. اجتماع النسوة معدوم والحديث اللي بيتبادلوه. صحيح. نوع من الثمر مصاحب للعمل. دي كانت اول انتاج دي يمكن من الحاجات الاولانيه الحقيقه. تمام. وبعد كده بقى متاثر انا طبعا بالحياه الشعبيه وكده، ثم بعد كده الجبهه لما كبرت. هنتوقف بقى عن ذلك عشان ننتقل للاستاذ حسام. وطبعا الاستاذ حسام يعني اعتقد يعني حضرتك تاثرت بالاستاذ فؤاد حجازي. والحقيقه وهو طبعا وعلى طبعا يعني نقول لون اخر من الوان الادب وهو الشعر. فيعني بدايات حضرتك مع الشعر وكيف كانت وعلاقتك برضو بالاستاذ فؤاد؟ هي طبعا بدايتي كانت مع الاستاذ فؤاد والشاعر محمود الزيات والشاعر الكبير المرحوم محمد السقا. يمكن تعلمنا على ايديهم حاجات كتير، وكان يهمنا جدا ان احنا نسمع ارائهم في اعمالنا، واحيانا كنا بنكتب الاعمال عشان نسمع الراي. وبرضو احيانا كنا بنحضر الندوات عشان نسمع ارائهم في اعمال الاخرين. هنقول نستفيد يعني.
يمكن الفترة اللي أستاذ فؤاد بيحكي عليها دي يعني احنا مجرد بس بنسمع عنها، يعني ما حضرناهاش طبعا. يعني يمكن واحنا جايين انا واستاذ فؤاد كنت بقول له على ان في بطولات كتير جدا ما شفناش لا في السينما ولا زي مثلا احد المحاربين كان بيحكي انه في وقت الحرب اكتشفوا ان الشفرة يعني اتكشفت من العدو. ايوه. وكل كلامهم بقى مفهوم. فحاجة ظريفة جدا، عملوا ايه؟ جابوا النوبيين اللي موجودين هنا وهنا وبدأوا يتكلموا مع بعض بالنوبي. فبالتالي بقت شفرة اللهجة النوبية. فبقت شفرة استحالة العدو يفكها. يعني عبقرية التوقيت نفسه والناس. ففعلا الفترة دي طبعا احنا يعني مجرد ان احنا بنسمع عنها. برضو بورسعيد كان في احد الزملاء بيحكي لي انه كان في طفل بياخد الكور الشراب ويملاها يعني جاز او بنزين ويولع فيها ويرمي على معسكرات العدو وما الى ذلك يعني. فيعني الطفل ده اعدموه. يعني الفترة دي يمكن انا ما حضرتهاش، انما في بقى يعني ممكن يعني يكون تضحيات كتير جدا جدا زي ما حضرتك بتقول، هي كانت في الظل ما حدش حس بيها بالظبط. وكانت حاجات اعمال عظيمه جدا جدا يعني بالزبط. طبعا غير المعروفه وغير اللي احنا تداولناها بالظبط طبعا. البدايه بقى بتاعتي يعني من ناحيه الشعر، اول قصيده انا نشرتها بالصدفه، كنت بعت يعني قريت مجله اسمها ابن عروس. نزلت سنه 93. على كعمي ولا عمي؟ شعر عمي. فيعني بعت لهم قصيدتين في جواب كده، وانا ما اعرفش اي حد في المجله. والعدد الثاني رحت اشتريت العدد الثاني ودورت كده في باب الرسائل يعني عشان يكونوا ردوا عليا بكلمتين كده او نشروا لي سطرين، فما لقيتش حاجه. فاشتريت المجله بقى ورحت يعني بتصفح كده في البيت. ففوجئت ان هم حاطيني جنب الشاعر الكبير سيد حجاب. يعني طبعا انه اسم مجهول واول مره ينشر ويتحط في مكان زي ده، يعني كانت طبعا مفاجاه بالنسبه لي غير عاديه. كان القصيده الاولى دي اسمها القطه العمياء، فده شجعني ان انا اول ديوان اسميه القطه العمياء. طب ممكن حضرتك يعني تقول لنا بعض من الاشعار؟ ماشي. في قصيده القطه العمياء: الدور عليا اربط عينيا ويا العيال فوق السطوح المغربيه، واحاول امسك اي حد في سكتي، ما امسكش غير حبه هوا وعفار جدار بكفوف ايديا، واضحك وهم يهيصوا ويفرحوا ويروحوا بعد التعب. لكن انا قررت تفضل لعبتي، عدت سنين وانا لسه بلعب لعبتي، واللعبه عشقت دنيتي، عشقت عيوني مغمضين، بحاول امسك اي حاجه، بحاول اوصل للقمر، المس شجر، احضن قدر، او ينفتح جوايا باب، او بس طول غير التراب. صوت العيال روح وزود وحدتي، اخدوا معاهم ضحكتي، كل اللي لعبوا اللعبه دي فتحوا، والليل بيخلق الف شمس تروحوا، وانا مستمر في لعبتي. جميل. اسمح لنا ننتقل